أنا جميل والد سامي. سامي عنده 10 سنين، بيحب يقرأ قصص الرعب جدا، وعنده مكتبة كبيرة مليانة بقصص الرعب. كل ما بيقرأ قصة بيخش في العالم بتاعها بسرعة وكأنه عايش جواها. على فكرة سامي ولد طيب وروحه حلوة، وكل الناس بتحبه لأنه بيحب يساعدهم ويضحك معاهم. لكن عنده مشكلة صغيرة، دايما بيضايق الناس منه لأنه بيحب دايما يعمل مقالب فيهم. فاحنا قررنا نعلمه الدرس. صباح الخير يا بابا، عامل ايه؟ الحمد لله يا سامي. عامل ايه في مذاكرتك؟ الحمد لله. ينفع اروح لواحد صاحبي بعد المدرسة؟ موافق يا سامي، بس على شرط تيجي قبل المغرب عن طريق الجنينة الكبيرة. حاضر يا بابا، شكرا. لازم اروح للبيت دلوقتي. هما ليه مش حاطين نور في الشارع؟ صوت وحش جدا. ايه صوت الحشرات دي؟ عارف انا هعمل فيك ايه بصوابعي الطويلة الرفيعة واسناني الحادة اللي زي هو في حد هنا؟ عارف انا هعمل فيك ايه بصوابعي الطويلة الرفيعة واسناني الحادة اللي زي المنشار. اوف بقى، هو ما بيقولش حاجة تانية ليه؟ عارف انا هعمل فيك ايه بصوابعي الطويلة الرفيعة واسناني الحادة اللي زي المنشار. افتح الباب! افتح الباب! ايه اللي انت تقدر تعمله باسنانك الحادة وصوابعك الطويلة؟ انت مين؟ ايه ده؟ بابا؟ سامي، انا مش قلت لك ترجع قبل المغرب؟ يا بابا، ويا ترى حسيت بايه من شوية؟ كنت مرعوب جدا وخايف. شفت بقى الناس بتتضايق منك ازاي لما بتعمل مقالب فيهم؟ ايوه يا بابا، عندك حق. انا مش هعمل كده تاني، اسف. هنسامحك المرة دي علشان انت ولد طيب وشاطر وبتسمع الكلام. شكرا يا بابا.